مصيدة الوحدة الوطنية. قبل ما يقارب من 7 قرون مضت، قال الشاعر الإيطالي دانتي أليغيري في ملحمته الشعرية الكوميديا الإلهية: أسوأ مكان في الجحيم محجوز لأولئك الذين حافظوا على حيادهم في أوقات الأزمات الأخلاقية. منذ أعوام أصبح مفهوم الوحدة الوطنية مصيدة خطيرة لخداع جزء كبير من المجتمع، وهذا ما يتم بخطة محكمة وفكرة استراتيجية. لكن في الأساس أصحاب هذا الادعاء يعرفون جيدا أن هذا المفهوم عكس الحقيقة ومخالف لها، لكنهم أناس يعانون تهديد الانهيار الأخلاقي ويستثمرون إيديولوجيا المقاومة بطرق غير أخلاقية من أجل البقاء. كلما تم استخدام مفهوم ما في العالم ينبغي فهم وتفسير معايير هذا المفهوم بشكل صحيح حتى يتمكن المجتمع من رؤية الحقيقة بوضوح، وتتمهد دوما الطرق والمسارات الصحيحة لبقاء الأمم وانتصارها، وخاصة تلك الشعوب والأمم التي ترزح تحت نير الاحتلال والإبادة الجماعية. إن مفهوم الوحدة الوطنية داخل الأمة الكردية يعبر عنه في الغالب أولئك الذين يمنعون كشف الحقائق تحت أقنعة مختلفة، وخاصة من يتقمصون دور المثقفين والسياسيين بين الشعب الكردي ويتحدثون باسمهم في محاولة منهم لتعزيز هذا المفهوم. وحماية هذه الوحدة المزعومة في أساسها لا تعني اجتماع كرديين في آمت وأربيل في مهابات وقامشلو في لاتشين تحت مظلة واحدة، بل بدلا من ذلك يحاولون إضفاء الشرعية على بككة بين المجتمع الكردي، وبالأخص خلال السنوات العشر الأخيرة فقد كشف بككة عن وجهه الحقيقي للجميع، وباتت الحقائق تتحدث عن نفسها. فبادئ ذي بدء يجب علينا أن نفسر مفهوم الوحدة الوطنية تفسيرا صحيحا بمن تتحقق، ولماذا ينبغي أن تتحقق هذه الوحدة. من يؤمن بالوحدة الوطنية؟ هل الوحدة الوطنية أداة لتوحيد عموم الكرد أم أداة للخداع والتضليل؟ بطبيعة الحال فإن أولئك الذين يتحدثون عن الوحدة الوطنية أكثر من أي شخص آخر هم أولئك الذين ما زالوا يحاولون إضفاء الشرعية على بككة داخل المجتمع الكردي، علما أن فلسفة بككة وممارستها عموما تتعارض مع إرادة الأمة الكردية: معارضة الدولة القومية، أخوة الشعوب، إرساء الديمقراطية في دول الاحتلال، النضال من أجل سيادة الدول المحتلة إلى آخره. فهذه جل ما تناضل البككة من أجله، وهي عموما ما يتعارض مع الإرادة التي يناضل من أجل الشعب الكردي منذ أكثر من 150 عاما. كما أن البككة مسؤولة أيضا عن دماء 100,000 كردي بريء ودمار 8,000 قرية كردية. البككة هو السبب الرئيسي الذي يجعل جميع الدول المحتلة تستخدم حدود كردستان وتهاجم الكرد، وكذلك في الدول الأوروبية تحاول البككة تحويل القضية الكردية المشروعة إلى قضية إرهاب تفتقد للشرعية. فتنظيمات بككة مدرجة على لوائح الإرهاب الأمريكية والأوروبية بسبب قضايا خطف الأطفال وقتل الأبرياء والابتزاز والضرائب وتهريب المخدرات. وإذا ما تحققنا في هوية من يصبح صناع القرار في أطر بككة وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب دمبارت، لرأينا أن عمومهم ليسوا كردا، أصلهم من الأرمن والأتراك والآذريين والعرب والبلقان، ولا علاقة لهم بسيسيولوجيا الشعب الكردي. ولكن نظرا لأن الدولة التركية صنعت كلا من بككة ودمبارت، يتم انتخاب من تثقفوا على يد أنقرة في كل الانتخابات الجارية في البلاد، ويصبحون فيما بعد قادة داخل بككة أو يدخلون قبة البرلمان على قائمة دمبارتي. كل هذه الحقائق موجودة اليوم، لذلك فإن السؤال الأهم هنا هو: إذا ما كان هدف أولئك الذين يناضلون من أجل الوحدة الوطنية هو جعل الشعب الكردي شريكا في إرهاب بككة، أم محاولة للحصول على درع وإشباع بطونهم عن طريق بككة؟ ليس في فلسفة أي دولة أو أمة في العالم تناضل ضد الاستعمار المحتل ومن أجل التحرر أن تقف في جبهة مع من يرتكب الإرهاب، فهذا مجرد أضحوك وخداع للنفس. كثير من الذين ينشرون هذه الدعوة الزائفة الفارغة عندما يواجهون من يقول لهم إنهم لا يريدون الوحدة الوطنية مع أولئك الذين يقاتلون من أجل سيادة الغزاة المحتلين، يردون على الفور بهذه العبارة: أبناؤنا وبناتنا يقاتلون في الجبال. قبل سنوات صرحت نيلوفر كوتش العضوة الإدارية لكنكة ومسؤولة بككة في أوروبا، وقالت على فضائية البككة:
يريد بارزاني أن يبني للكرد دولة، لكن باكيكا سيحمي الحدود ويمنع تقسيم هذه الدول. وبحسب نيلوفر كوتش فإن الشباب والشابات الذين يقاتلون في الجبال يقاتلون لحماية حدود دول الاحتلال ومنع الدول الاستعمارية من التفكك. فهل من يدعو إلى الوحدة الوطنية كذبا أحق وأصدق من نيلوفر، أم لمجرد كسرة خبز أو تقليد منصب تحولوا لمنافقين مقنعين لعيش حياة ذلة وإهانة؟ هناك حقيقة يمكن فهمها دائما بأكبر قدر من الثقة والإيمان. إن أكثر طبقتين بين المجتمع اللتين يلحقتا أكبر قدر من الضرر بالأمة الكردية هما من يطلقون على أنفسهم مثقفين وسياسيين. هاتان الطبقتان هما أكبر صانعي الأزمة الأخلاقية في كردستان، لأنهم يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصالح الأمة الكردية دوما. وعندما تتعرض مصالحهم الشخصية مع باكيكا لأي تهديدات فيبدأون على الفور بمعارضة التنظيم وعداوته. لكن هذا ليس معارضة أو محاربة، بل أزمة مصالح. لهذا بإمكانهم العودة في نفس الوقت إلى أطر باكيكا حتى لو وهبهم التنظيم أدنى من مناصبهم السابقة. باختصار، هؤلاء أناس صغار بلا شخصية أو قيمة. فالواجب الأخلاقي على كل كردي في أي مكان أن يحاول إسكات أولئك مدعي الوحدة الوطنية الذين يريدون فتح الطريق أمام باكيكا لجلب المزيد من الكوارث والمآسي والإبادات الجماعية للشعب الكردي. الهدف الرئيسي لهؤلاء الأشخاص هو توجيه الجيل الجديد لأهداف وغايات بعيد عن الصواب وخاطئة، لأنه ظهر هناك وعي جدي بين الشباب في السنوات الأخيرة. فالعصر عصر التكنولوجيا والتقدم، عصر التغيير وخلق أفكار جديدة. وبطبيعة الحال هذا ليس في مصلحة باكيكا، فالباكيكا يلزمه جيل جاهل عاطل ليقدر على خداعهم وتضليلهم وتقديمهم خرابين في نهاية المطاف، وبعدها استثمار موتهم ودمائهم وجعلها أداة دعائية، والقول إنهم ضحوا بحياتهم من أجل قيد آبو الذي إرادته بيد الدولة التركية، والذي قال أمام العالم أجمع إن والدتي تركيا وامنحوني الفرصة لخدمة الدولة التركية في أهلك الأوقات وأصعبها يبرز واجب الوطنيين المخلصين. لذلك فإن أصحاب الضمائر الحية لن يسمحوا أبدا لعباد المصالح أن يتحولوا لأصحاب كلمة في مجتمع مضطهد. لذلك فإن الوقوف بوجه عديم الأخلاق واجب وطني وأخلاقي.